صدقني انت محتاج تسمع الفيديو ده، لان مش كتير هيقولوا لك الكلام اللي انا هقوله لك، فلازم تسمعه وتركز فيه كويس جدا علشان هيأثر على حاجات كتير جدا في السنين الجايه. في ناس بتدخل الجامعة وبتخرج منها بعد سنين الدراسة دي كلها وهي زي ما هي، نفس الشخصية المراهقة اللي دخلت وهي عندها 16 سنة، مفيش ولا خبرة ولا علاقات ولا أي حاجة اتغيرت غير سنه. وعلى النقيض تماما في ناس بتطلع شخصياتها مختلفة جدا مع إنهم خدوا نفس التجربة بالظبط. فلو عايز تبقى من الناس اللي اتغيرت للأحسن كمل الفيديو للاخر. عايز اقول لك ان مرحله الجامعه بتبدا اصلا من قبل الجامعه، لان في شويه حاجات لازم تعملهم قبل ما تدخل الجامعه. اهمهم مثلا انك لازم تطور الانجليزي بتاعك، لازم تطور اللغه، لانك طول عمرك وطول فترتك الدراسيه كل اللي انت بتعمله ان انت بتدرس بالعربي، فجاه انت بقيت هتدرس كل حاجه باللغه الانجليزيه واحيانا كمان باللغه اللاتينيه لو انت في مجال طبي. فاول حاجه لازم نشتغل عليها هي اللغه. تاني حاجه لازم تعرف يعني ايه GPA وازاي ده ممكن يفرق معاك بعد التخرج، وده هنشرحه بس قدام شويه في الفيديو. كمان لما تعرف كليتك وقبل ما تدخل الجامعه حاول تتواصل مع حد في المجال اللي انت داخله وتساله عن المجال واخباره ايه والدنيا بتمشي فيه ازاي. وكمان حاول تتواصل مع حد في نفس الجامعه اللي انت فيها يكون اكبر منك بسنه او سنتين، ده هيفيدك جدا جدا جدا، لانه هيعرفك اسلوب الدكاتره وهيعرفك اساليب الامتحانات وهيعرفك تركز على ايه وتسيب ايه، مين الدكتور اللي تحضر له ومين الدكتور اللي لو ما حضرتلوش عادي، وحاجات تانية كتير هتسهل عليك طريق الجامعه. كده احنا عملنا الحاجات اللي قبل ما تدخل الجامعه. اول يوم جامعه بقى ده يوم مهم جدا جدا جدا. هو هيبقى يوم فوضوي وهتكون تايه وهتكون حاسس ان الدنيا ملخبطه معاك، ولكن ده عادي جدا. بس تعالى اقول لك على 3 حاجات تركز عليهم انك تنجزهم في اول يوم، واهمهم الحاجه الثالثه اللي هتفرق معاك حتى بعد ما تخلص الجامعه. في اول يوم او في اول فتره ليك في الجامعه تعرف جدولك وتعرف المواد بتاعتك والايام اللي هتنزلها واماكن القاعات اللي هتحضر فيها محاضراتك. كمان عايزك تستكشف وتمشي في الجامعه كلها وتلف على الكليات وكل حاجه في الجامعه، تعرف مكان الكافيتيريا وتعرف الاماكن اللي بترتاح فيها، تعرف الاماكن اللي ممكن تقعد فيها مع صحابك، تعرف كل حاجه في الجامعه. واهم نقطه بقى النقطه الثالثه، حاول في اول فتره تتواصل مع اكبر عدد من الناس، لكن خلي بالك ما تتسرعش في اختيار صحابك، بس حاول تبني معارف كتير كتير جدا، كتير على قد ما تقدر. وقبل ما نكمل عايز اقول لك حاجه، فتره الجامعه دي هي احسن فتره في حياتك، لانك يعتبر في فتره العمر الذهبي، فتره القوه والنشاط والصحه. هي مش سهله ولا هي بالبساطه اللي احنا بنتكلم بيها، لكن اقدر اكد لك انها ممتعه جدا جدا. وبعد ما تخلص هتقول ولا يوم من ايام الجامعه، لانك لاول مره بتلاقي مجال اوسع من الحريه واتخاذ القرارات الخاصه بيك لوحدك، وده بالتزامن ان انت ما عندكش مسؤوليات كبيره في الوقت ده غير انك تنجح في السنه الدراسيه اللي انت فيها وخلاص. بس تعالى برضه اقول لك كام نصيحه كده في السريع علشان تقدر تستمتع بالفتره دي وتستفيد بيها على قد ما تقدر. حاول تنظم وقتك من اول ما تبدا الجامعه، يعني في اول فتره ليك انا عارف الدنيا هتبقى ملخبطه والدنيا مش هتبقى مظبطه خالص، بس اول ما تحس ان الروتين بدا يتكون وانك عرفت يومك بيمشي ازاي نظم وقتك كويس، وبعد كده مشيه على هواك علشان تلاقي وقت لنفسك بعيد عن الجامعه. حاول تحضر كل المحاضرات اللي عليك وكل السكاشن على قد ما تقدر، لان ده تقريبا هيوفر عليك نص طريق المذاكره حرفيا. وكمان في تريكات بتتقال في المحاضرات من الدكاتره زي اسئله مهمه وحاجات كتير هتفرق معاك خالص. وفي نفس الوقت برضه ما تدوسش على نفسك، يعني ادي نفسك براح واتبسط وعيش ايامك، لان دي احلى فترات عمرك. عيش حياتك ولف وروح وتعالى واستكشف اماكن كتير وحاجات كتير وسافر مع صحابك وكون علاقات كبيره جدا وكتيره جدا. ادي الجد حقه وادي اللعب حقه، وبلاش الاختلاط بلاش الاختلاط بلاش الاختلاط. اتمرن لانك لازم تعمل حاجه تخرج فيها الطاقه الزياده اللي عندك. انزل جيم، العب كوره، اتمرن اي حاجه، لان ده هيفرق في نفسيتك جدا وهيخلي دايما بالك رايق، وكمان هيخلي شكلك كويس ومنمق، وده بيفرق جدا في فتره الجامعه. خلي دايما شكلك حلو ومنظم، لان ده بيزود ثقتك في نفسك وبيدي انطباع حلو ليك عند زمايلك وعند الدكاتره اللي بتاخد عندهم. كفايه كده، نخش بقى على GPA. ايه GPA ده وايه قصته؟ باختصار يا سيدي ده المعدل التراكمي بتاعك في فتره الجامعه، والسكور بتاعه تقريبا بيكون من 4 أو من 5 على حسب الكليه اللي انت فيها. فكرته باختصار ان هو بيلخص ادائك الاكاديمي في فترات متتاليه، وكل ماده ليها تاثيرها ووزنها على GPA. يعني في مواد قيمتها بتبقى 4 ساعات مثلا، في مواد قيمتها ساعتين، في مواد قيمتها ساعه، وهكذا. فالGPA ده هو مجموعك مثلا في اول سنه زائد تاني سنه، وبيتقسم وليه حسبه كده.
يعني لو مادة من 4 ساعات انت جبت فيها امتياز ومادة من ساعتين انت جبت فيها جيد، هتلاقي الجي بي اي في الاخر بيميل للامتياز، لان تقل الاربع ساعات في النتيجة اقوى بكتير من الساعتين. فالجي بي اي باختصار هو ادائك التراكمي ومجموعك في فترة الجامعة. طب ليه ده مهم؟ الجي بي اي يا سيدي بيديك شوية امتيازات وانت في الجامعة وبعد الجامعة. وانت في الجامعة بيديك امتيازات زي ان يديلك خصم من المصاريف مثلا، فكل ما تجيب امتيازات ودرجات عالية كل ما بتاخد نسبة خصم في الفلوس اللي بتدفعها. وبعد التخرج بيفيدك كمان في انك تحضر رسالة الماجستير بعد كده، لان الجي بي اي نقطة مهمة في حتة الماجستير. واحيانا بيفرق في التوظيف، لان في شركات معينة بتتطلب انك تكون جايب جي بي اي معين في مواد معينة، او انك تكون مثلا متخرج بامتياز او بمجموع عالي. ده بيفرق احيانا في التوظيف. وهنعمل فيديو تاني ان شاء الله نشرح فيه ازاي تجيب جي بي اي عالي وتحافظ على تفوقك في فترة الجامعة. فما تنساش تتابعني علشان تتفرج على الفيديو اول ما ينزل، وشير للفيديو ده واعمل لايك والحاجات الحلوة دي. واخيرا واهم حاجة، اللي هيفضل معاك بعد التخرج مش المواد ولا النتيجة هتفرق قوي في مسارك المهني، لان سوق العمل بيختلف من وقت للتاني. اللي هيفضل فعلا هم الناس اللي انت عرفتها والعلاقات اللي كونتها في فترة الجامعة. كتير من الفرص اللي بتقابلنا في الحياة بعد التخرج بتيجي من العلاقات، مش من الاعلانات اللي بنقابلها. بتيجي من حد عارفك تسأله على شغل، او حد يجي عارف انك بتشتغل في الحتة دي فيطلبك في شغلانة. فاستغل الفترة دي انك تبني علاقات كويسة كتير مع ناس كمان مختلفة عن مجالك وناس مختلفين عن كليتك، عشان ده بيفرق معاك جدا. الجامعة مش مجرد سنين بنستناها تعدي وخلاص، هي فترة تقدر تبنيها وتشكلها زي ما انت عايز، وبتشكل بيها كمان مستقبلك واللي جاي من حياتك. وقراراتك بتفرق معاك من اول يوم ليك في الجامعة، مش بس من اخر سنة ليك. ولو الفيديو فاتك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، واستناني عشان زي ما قلت لك هنعمل فيديوهات كتير الفترة الجاية عن فترة الجامعة. سلام.